تعليق تاريخي وأسطوري من أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن المنتخب المغربي بعد اكتساح البرتغال والتأهل التاريخي إلى الدور نصف النهائي. كذلك ما قاله ميسي عن صديقه النجم المغربي أشرف حكيمي. عن كل هذه التفاصيل سنتحدث في قناتكم زياش أند حكيمي لافرز. أولا، ليونيل ميسي خرج بتصريحات عظيمة اليوم عن المنتخب المغربي وجاءت كالتالي: المنتخب المغربي استطاع التأهل عن جدارة واستحقاق إلى الدور نصف النهائي. كما شدد ليونيل ميسي عن قوة المنتخب المغربي معتبرا إياه من أفضل 5 منتخبات على مستوى العالم بشكل عام. وتابع ليونيل ميسي تصريحاته: من الصعب أن تجاري المنتخب المغربي، فهو منتخب لديه منظومة دفاعية عظيمة، والدليل لم يدخل في مرماه طوال ال5 مباريات في المونديال إلا هدف واحد. وشدد ليونيل ميسي أيضا على نص الملعب القوي بالنسبة للمنتخب المغربي، وأثنى بالتحديد على المقاتل المغربي العظيم سفيان امرابط. أما عن توجيهه رسالة إلى صديقه أشرف حكيمي، فوجه ليونيل ميسي التهنئة إلى أشرف حكيمي بمناسبة تأهل منتخب بلاده المنتخب المغربي إلى نهائي المونديال، متمنيا اللقاء به في النهائي، أي الأرجنتين والمغرب في نهائي المونديال كما يتمناها ميسي.